كل ست عاملة تشتغل، سواء مدرسة، ممرضة، دكتورة، عملت ايه لنفسك؟ حوشت ايه؟ عندك استقلال مالي بنفسك ولا لا؟ ولا لسه بينضحك عليك؟ طيب نبدأ على طول ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ملكات قلبي. النهاردة جاية الفيديو ده مخصوص لكل واحدة بتشتغل، سواء بقى شغلها اي حاجة، اي ان شاء الله حتى واقفة في كشك. لكل واحدة بتشتغل تاخد مرتب اخر الشهر، عملتي لنفسك ايه؟ جبت لنفسك ايه؟ ولا بينضحك عليكي؟ ولا بتصرفي فلوسك واخر الشهر وما تلاقيش حاجة؟ تمام. الكلام الفيديو ده والله العظيم مهم جدا 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 لك. انا عايزه اقولك خلي بالك من نفسك وما تخليش حد يضحك عليك. خلي خيرك لنفسك ولعيالك. تمام. نتكلم وتقولي لي زي ميمه. هقولك والله العظيم، والله قبل اي حاجه انا عايزه مصلحتك. يلا بس قبل ما نبدا، يلا زي ما نحب مصلحتك حبي لي مصلحتي انا كمان، واعملي لايك كده واشتراك وكومنت. عايزه اقولك تعالي بس نشرب فنجان القهوه ده مع بعض، ونقولك تعالي دايما ليك قرش مداري. خليلك حاجه مستخبيه للزمن استندي عليها. لو دورنا على المشاكل والله انا سامعه وبيجيلي ناس بيقولولي مشاكل غريبه الشكل، تبقى الواحده من فلوسها ومن اكل عيشها وعرق جبينها، والراجل بيروح يتجوز عليها من فلوسها. نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده. انا بجيب لك خلاصه مشاكل ناس كتير، سواء انتي عايشه كويس او انتي لا، او جوزك كويس او لا. انا دلوقتي بظبط لك حياتك حتى هتبقي كويسه مع جوزك برضو. يعني انا مش هنيجي على الراجل برضو، لان في ناس كتير يعني المعظم كويس. بس انا ما اجيش الاقي واحده تقول لي انا اللي بصرف على جوزي، ده انا بجيب له السجاير وبجيب له مش عارفه الكيف كمان. لا، يبقى ست كده عبيطه لا مؤاخذه. طيب فرضا انتي نفسك في ذهب، نفسك تشتري عربية، نفسك تشتري اي حاجة نفسك فيها، حطي بتصرفي في البيت بتجيبي لعيالك. لا يا حبيبتي، ما تصرفيش كل مرتبك على الحاجة دي. خليلك قرش، وخليلك سر، وخليلك حياة خاصة بك مع نفسك. انا تعالي بص، انا نفسي اجيب شوكولاتة، هاتي. ما تبخليش على نفسك، اصل انت مش هتنحري قلبك ويطلع روحك في الشغل. تمام. ويطلع روحك في البيت والباشا قاعد على القهوة وهو بيخلص شغله بيقولك انا جاي تعبان عشان خاطر طول النهار بشتغل. كنت انت بتشتغل انت كمان، وتيجي جري على المطبخ تلبسي المريالة وانت لسه بلبسك تطلعي الاكل وتعمليه. اعملي كل ده ماشي، بس ما تحسسنيش ان انت شغالة هقولك ايه، في حلقة مفرغة، دايرة مفرغة بنفس الحكاية وجيوبك فاضية. فرضا لو قلنا انك انت بتقبضي 3000 جنيه في الشهر، 4000، شيليلك 1000، خشي جمعية، خليلك هدف. يعني ايه يا ميمة؟ يعني مثلا انا معدية كل يوم على الراجل الجواهرجي ده، هوت عجبني الخاتم ده، حلو حلو، انا بقبض مثلا كذا كذا، يعني المبلغ ده باخد المبلغ كله بصرف في البيت. لا معلش، مع اعتذار لحضرتك، انت كده بينضحك عليك. احط لنفسي تارجت معين، كل شهر هشيل 1000 جنيه، هشيل 2000 جنيه، ولو رجعت للفيديوهات اللي قبل كده هتشيلي مع 1000 جنيه كمان 1000 من البيت. من البيت لا هتطلعي ولا تدخلي ولا تعملي اي حاجه. لاحظي الفيديوهات اللي قبل كده بتاعت ستات البيوت دي، ارجعي لها منتجه من ست بيت. تمام. يبقى انا اعمل ايه؟ معلش الرجاله تسمح لي في الموضوع ده، خليلك قرش مداري، لان مفيش راجل مضمون. والله لو تسمعوا مشاكل الناس، الست بقت تبكي، الست بقت تبكي. ما تتسقيش يا حبيبتي، عاملي جوزك كويس، كويس جدا، ظبطي بيتك، نظفي بيتك، بس مش كل اللي في ايدك تعمليه على الفاضي. لا، اللي عايز حاجه هيروح حبيبي اطلب من ابوك.
جالك اوفر كده في المرتب بتاعك، جالك اوفر تايم، جالك مش عارفه، انا ما بشتغلش، انا جوزي قعدني من زمان والله العظيم، قال لي هديكي المرتب ان شاء الله واللي انت بتاخديه مش عارفه ايه، وما ادانيش. المهم انا بقول لك عن تجربه، ما بحبش حد يشتغل. المهم انت بتشتغلي، لو جالك فلوس حوافز، لو جالك، مش لازم يا حبيبتي تيجي وتحطهم في حجر جوزك تقولوا له انا جبت وعملت فين سرك؟ فين سرك؟ خليلك استقلال مالي. تعالي بس كلي معايا شوكولاته كده وروقي على نفسك واسمعي من اختك. شوفي يا قلبي، اعملي حصاله مستخبيه، ما تقوليش عليها المخلوق، الا ما يكون مثلا عندك حد من عيالك تكون واثقه فيه جدا انه هيحفظ السر. حلو، داري على شمعتك، خلي اي حاجه معاكي للزمن، محدش عارف الزمن فين ولا في ايه. لو شفت في محاكم الاسره وشفت كل البهدله دي، ماشي، هتلاقي نفسك لازم تعمل نفسك حاجه، اشتري الحاجه اللي شايفه. بس اقول لك اهو، دهب، عربيه، عقار، لازم 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 لازم. خلاص، هتقول الموضوع بعيد، والله يا بنتي ما هو بعيد. بصي يا قلب اختك، بيقول لك مش عارفه ال1000 ميل بتبدا بخطوه، مشوار ال1000 ميل بيبدا بخطوه. تمام، انا مش عايزاكي تضيعي عمرك او ما تقتفني عمرك على الفاضي. هتقولي في الاخر انا طول عمري بشتغل 10 سنين، 5 سنين، 20 سنه. هقولك عملت ايه؟ عملتي لنفسك ايه؟ طيب، وبعدين في حاجه كمان مصلحه ليكي في بيتك. عارفه لما تركزي في نفسك وتركزي في حياتك وتركزي في قرشك، ان انا حاطه لنفسي تارجت معين، انا كل شهر لازم اشيل ده، يعني هشيله. تمام، ارجع كل الفيديوهات اللي انا عملتهم قبل كده، هتعرفي تطلعي القرش ازاي. ده لست البيت بقى العاديه اللي قاعده في البيت هتطلع قرش. تخيلي انت بقى ست عامله، يعني هيبقى بقى بدل معاكي من القرش هيبقى معاكي 2. خلاص، طيب، بدل ما تركزي جوزك بص لواحده، جوزك كلم واحده، جوزك مسك التليفون، احب اقول لك النبي يا اختي ركزي في نفسك. تمام، اصل مفيش راجل ما بيبصش بس عشان ما تقطعيش قلبك على الفاضي. انتي ما تقطعيش قلبك على الفاضي. تمام، شوف انا بقول لك ايه، اوعي تيجي على نفسك. شوف انا بكتبها لك اهو، ما تجيش على نفسك. شوفي، بدل ما انت مركزه في جوزك ماسكه التليفون علق على وسط مش عارفه ايه، والنبي ركزي في حياتك، ركزي في حالك، ركزي في انا تارجت النهارده مثلا الشهر ده هيكون معايا فلوس. اول ما يكون معاك ان شاء الله 2000 جنيه، ان شاء الله 1000 جنيه، انزل عند الراجل بتاع الذهب قول له عايزه ذهب قديم كسر، حوشيهم على بعض. ده حاجه صعبه عليكي؟ والله لو جبت ربع جرام مش هيجيب 1000 جنيه. شوفي بقى ربع جرام اللي هي السبايك الربع ديت، حوشي 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 وما تقوليش. بعد كده روحي اشتري لنفسك حاجه. هيحاسبك؟ لا، ما هو انت بتتصرفي. هو من الاساس، من الاساس انت ما تصرفيش في البيت، بس انت فرضا حاسه ان هو حالته يعني على قدها، عايزه تقفي تسنديه. اسندي يا حبيبتي، ما قلتلكيش لا، اسندي. بس فين انتي؟ لو حصلت مشكله هتروحي فين؟ هتروحي تضيفي عند بيت ابوكي؟ ها، هتروحي فين؟ انتي خلاص وقعتي يا حبيبتي. يبقى انتي تصدي وتصمدي وتقفي. لما يبقى ليكي قرش مش هتبقي منكسره ومذلوله. تمام، اللي نفسك فيه هاتيه، فرحي نفسك بنفسك. خلي بالك محدش بينفع حد في الزمن بتاعنا ده اهو، والله العظيم ما حد بينفع حد. ربي عيالك بما يرضي الله، مش هقولك لا. الطلبات الزايده، الطلبات اللي ملهاش لزوم، انك تروحي تصرفي في فلوسك على حاجه هايفه، لا لا، والله والله العظيم حتى ده مش يعني ربنا ما يرضى بيه. ماشي، هتلاقي نفسك، هتبص في الاخر تلاقي نفسك
ما عملتيش ولا مليم. انا بقولك شوفي كاتبلك ايه، فوقي 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 لنفسك، فوق لصحتك. تعبانه مش عارفه ايه، عايزه اروح لدكتور مش هيرضى، روحي انتي. فين الفلوس؟ كشفت على نفسي يا عم، جبت روشته، جبت نفسي في حاجه. يعني ايه انا ابقى اشتغل ونفسي في حاجه مش عارفه اجيبها؟ يعني ايه انا طالع روحي في الشغل ومهلوكه بره ومهلوكه جوه ومش عارفه اجيب حاجه؟ مفيش حته دهب كده تفرحني. احنا ستات وبنحب الدهب وبنحب كل حاجه دي تفرحنا. نحب قرش في ايدك. يعني انت مثلا تروحي مثلا مشوار، لا رايحه لصاحبتك ولا رايحه بتاع خطوبه، تمدي ايدك عايزه حاجه اروح بيها، خلاص. فكل اللي عايزه اقوله لك، حرصي على نفسك قوي. انا بجيب لك الخلاصه، خلاصه بنات كتير قوي وستات كتير قوي شافوا بلاوي، والله يا حبيبتي شافوا بلاوي. آه، خلي وقت لنفسك، عيشي لنفسك. خلي لك هدف في حياتك. شوفي الكلام اللي انا بقوله، معلش هو الفيديو كده ده صغير، انا ممكن اعمل لك فيديوهات تانية. آه، خلي بالك من مصلحتك، تمام. خلي لك قرش من داري، محدش عارف الزمن اللي جاي فيه ايه. محدش عارف الدنيا فيها ايه. ما تفنيش عمرك على الفاضي، خليكي مفتحة، وخلي ليكي سر، وخلي ليكي هدف. اتمنى الفيديو يكون عجبك. ما تنسينيش يا قلبي في لايك حلو منك، كومنت قوليلي على مشاكلك، علقي قولي انا حصل معايا كذا وخليت كذا وسويت كذا. كلنا هنسمعك. اعتبري ده بيتك التاني، دي مملكتنا كلنا. وانا ميمة. والله يا قلب اختك عايزالك مصلحتك. ما تركزيش مع جوزك، والله العظيم ما هتلاقي مشاكل في البيت، تمام. مش هتلاقي مشاكل في البيت نهائي. متنسيش بقى لايك الحلو منك، وتعليق حلو، اشتراك، شير القناة عند اصحابك واخواتك. عايزه اقول لكم ان انا بحبكم كلكم والله، وعايزاكم الخير. ويلا اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.